السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة حدث يروى. أيها الرجل أو أيها الرجال، إياكم وأن تقعوا في الفخ. ليست كل امرأة تبحث عن الحب، فبعضهن يصنعن الفخاخ بمهارة الصياد ويجذبن الرجال لا ليقعوا في العشق بل في المصيدة. هي لا ترفع صوتها ولا تطارد، بل تكتفي بنظرة، بحركة محسوبة، بكلمة تنغرس كالسهم. تعرف تماما متى تقترب ومتى تبتعد، لتتركك أيها الرجل متعلقا بها أكثر. ليست هي المرأة ضحية، بل هي لاعبة ماهرة. والمشكلة أن الرجل لا يدرك أنه دخل اللعبة إلا بعد فوات الأوان، يعني وقوعه في الفخ. كل فتاة تحب أن يقال لها أنت حلوة، جميلة وساحرة وفاتنة وملكة الجمال. والسؤال هو: ما الجمال؟ هل الجمال هو تلك البودرة أو ذلك الطلاء الذي تضعينه على وجهك، أو ذلك الأحمر والكريم والروج والكحل؟ هل لون الشعر، طول الشعر، وشكل التسريحة، ومقاس الصد نقطة راء، ومحيط الوسط، وخرطة الرجلين، واستدارة الردفين؟ هل هذا هو الجمال؟ هل الجمال هو فستان وباروكة وشنطة وحذاء ونظارة؟ لا، هذا ليس بجمال، بل المرأة يخيل لها ذلك. كل تفكير المرأة في شكلها، في مقاساتها الخارجية، في اللون والنقشة التي ترسمها حول العينين والحاجب والشفة. يخيل لها أن الجمال يمكن رسمه على الوجه، ويمكن تفصيله بالتحزيق والتقميط والمكواه والمشط، وتنسى أن كل هذا الطلاء والدهان، وأنه سوف يذوب ساعة أن تضع رأسها تحت الحنفية أو تحت الدوش، وسوف تتحول إلى وجه بلياتشو بعد أول موجة من العرق، وأنها بعد مشوار من الحر سوف تتحول إلى امرأة أخرى، لأن كل ما صنعته كان ديكور من الخارج. كل ما صنعته هو سلسلة متقنة من الأكاذيب وعملية رائعة من التلفيق اشترك فيها العطار والصيدلي والخردواتي. هو فعلا تلفيق، ولكن لا يمكن أن يكتب له الدوام. حتى الجسم ومقاساته تعتبر كذبة كبيرة أخرى سرعان ما تفضح أو تفتضح من أول حمل، فيتحول الغزال إلى حصان بلدي، وخصره إلى خصر سيد قشطة. والوجه الجميل والتقاطيع الدقيقة الحلوة هي نوع من الجمال يفقد تأثيره مع التعود والمعاشرة. وهذا حكم الجمال الخارجي، مصيره دائما إلى الزوال وفقدان الأثر. الجمال الخارجي مجرد مصيدة وجر الرجل، منحة سخيفة من الطبيعة للمرأة لتصطاد بها رجلا، نوع من خداع البصر. فإذا تم المراد ووقع الصيد السمين في الفخ وعقد العقد أي القران،
الزواج، ووقع المأذون، وانتقلت العروسة المزخرفة المزوقة إلى العش الموعود، ومضى شهر وشهران، بدأ الديكور يقع، وبدأ الطلاء يسقط، والدهان يتشقق، وبدأت تظهر النفس التي وراء الزواق والطلاء. ساعتها يبدو الجمال الحقيقي، إذا كان هناك جمال حقيقي. والجمال الحقيقي هو جمال الشخصية، وحلاوة السجايا، وطهارة الروح. وكذلك النفس الفياضة بالرحمة والمودة والحنان والأمومة هي النفس الجميلة. النفس العفيفة، والعفة درجات: عفة اللسان، وعفة اليد، وعفة القلب، وعفة الخيال، وكلها درجات الجمال. والخلق الطيب الحميد، والطبع الصبور الحليم المتسامح، والفطرة الصريحة البسيطة، والروح الشفيفة أو الشفافة الحساسة. كل هذه هي ملامح الجمال الحقيقي. أي قيمة لوجه جميل وطبع قاص خوان مراوغ خبيث، وأي قيمة لمقاسات الوسط والصدر والقلب مشحون بالطمع والدناءة، وأي قيمة للشفاه مثل لون المرجان، واللسان يقطر بالسم والقطران، وأي قيمة للساق الجميلة خرطة المخرطة التي تمد لك بالشلوت والذراع الفاتنة التي تمد لك بقبقاب، وأي قيمة لباروكة لا يوجد تحتها عقل، وأي قيمة نقطة دال نافر خصصته صاحبته لإرضاع العش نقطتان القاف، لا لإرضاع الأطفال. وأرداف تزيين للنزوة، وفم فاتن لا ينطق إلا الكذب. إذا أردت أيها الرجل أن تحكم على الجمال للمرأة، لا تنظر إليها بعينيك، وإنما انظر إليها بعقلك لترى ماذا يختفي وراء الديكور. واحذر أن تنظر إليها بعاطفتك وغريزتك، وإلا فإنك سوف تفقد عقلك من أول نظرة، ثم يخيل إليك أنك أمام فينوس الخارجة من زبد البحر. وفي ضباب الحواس وصخب الإثارة تستحيل الرؤية، وتتحول حدائق الحيوان إلى جنات مغرمين، وملامح القردة إلى تقاطيع الملائكة. المرأة كتاب، عليك أيها الرجل أن تقرأه بعقلك أولا، وتتصفحه دون النظر إلى غلافه قبل أن تحكم على مضمونه. ذوق الناقد وليس ذوق العاشق هو الذي سوف يدلك. ولذلك تحرص المرأة بذكائها على أن تحولك إلى عاشق أولا حتى تفقد عقلك فلا ترى الحقيقة. وأغلب الرجال لا يرون الحقيقة إلا بعد فوات الأوان، والذين يرون الحقيقة يتحولون إلى فلاسفة، فيعشقون الحقيقة لذاتها وينسون المرأة، ويؤلفون الكتب في دراسة الجمال وفلسفة الجمال، وينسون حكاية المرأة الجميلة. وحتى هذا الفيلسوف لا ينجو من كيد المرأة، لها وسيلتها الخاصة بها للضحك عليه، فتقابله كل يوم وتحت إبطها كتاب. وقبل الختام لا تبخلوا بالاشتراك في القناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.